السلام عليكم. النهارده هنعمل مع بعض انبوكسنج لاغرب اداه تعمل بيها قهوه في البيت. غالبا انت مش هتعمل القهوه بنفسك، الروبوت هو اللي هيعملها لك. قبل ما نبدا ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك عشان يجيلك كل حاجه جديده وغريبه عن القهوه. انا اماني ادم ودي قناه قارئة الفنجان. في الحقيقه انا كنت بشتري فرنش بريس اونلاين، وبعدين ظهرت قدامي حاجه كده غريبه جدا اثارت فضولي، فقلت افتحها معاكم واشوف يعني ايه هي عباره عن ايه. طبعا بصراحه هو انا حسيت ان الاختراع ده واحده ست مش راجل، لانه هي حاجه ممكن تعمل بيها قهوه، وفي نفس الوقت لو عندك اطفال صغيرين يتسلوا يتفرجوا يلعبوا. فالموضوع يعني ايه، يعني متضحكوش عليا، هو تافه بعض الشيء، بس ايه خلاني عايزه اجربها بصراحه. الحمد لله الكاميرا مش مبينه ايه اللي مرسوم على البتاعه دي. نقلبها كده عشان ايه اسرع. ايه الموضوع ايه ده؟ لا المفروض كانت في اجزاء تانية. مفيش اجزاء تانية، ضحك عليا يا جماعه. عدنا. انا اخدت شويه وقت بس ايه استوعب. عاده امازون يعني مش كل حاجه عليه بتبقى زي ما هي متشافه او مش زي، يعني انا بس اتفاجئت شويه. هو ده الروبوت يا جماعه. هما كانوا عاملين فيديو لروبوت، طبعا كان شكله اكبر من كده بكتير، وكان فيه المفروض زي بورد او حاجه كده بيتحط عليها بتلف وبتعمل مزيكا، و يعني المفروض انها بيتعمل فيها قهوه وفي نفس الوقت ايه اطفال يلعبوا بيها يعني. فانا قلت هجربها اشوف هل هي هتعمل قهوه بالكواليتي بتاعه الفرنش بريس اللي احنا متعودين عليها ولا لا. تخض من الاجزاء بتاعته. طيب خلينا دلوقتي نستغل وجود الفرنش بريس العظيمه دي ونشوف ازاي نعمل قهوه بالفرنش بريس مظبوطه زي ما الكتاب قال. ابقوا معنا. دي الفرنش بريس الاصيله اللي المفروض بيتعمل بيها قهوه عاديه يعني، بس انا قلت ايه اجيب نوع تاني مختلف، فالحمد لله جبت نوع مختلف الحقيقه يعني. هنشوف الكواليتي بتاعه الفرنش بريس دي هتطلع لنا قهوه زي ما الفرنش بريس دي كانت بتطلعها ولا لا. طبعا اغلبنا لما بيجي يعمل قهوه بالفرنش بريس، او انا حتى كنت بعمل كده الاول زمان، كنت بحط مثلا معلقتين او 3 معالق قهوه على شويه ميه وخلاص. عشان تعمل قهوه مظبوطه وطعمها حلو بالفرنش بريس في خطوات معينه خاصه بالقهوه لازم تبقى عارفها. اول حاجه درجه طحن القهوه لما بتبقى مطحونه بتبقى خشنه، مش خشنه قوي عشان ما تتكومش كلها تحت المكبس بتاع الفرنش بريس فتتكلكع وانت بتعملها، ولا تبقى طحنتها ناعمه قوي عشان ما تسدش فتحات المصفى بتاعه الفرنش بريس. بالنسبه لدرجه حراره الميه، لما تيجي تعمل الميه ما تغليش الميه وتصبها على طول. درجه حراره الميه المفروض بتبقى 96 درجه سيليزيوس او 205 فahrenheit. لو انت ما عندكش ترمومتر في البيت الموضوع ببساطه بتغلي الميه وتسيبها 30 ثانيه لحد ما تبرد، بعد كده تصبها على طول. اهم سؤال، احط قد ايه قهوه وقد ايه ميه؟ تعالوا بقى نعملها مع بعض. الجايد لاينز بتاعت القهوه قالت ان النسبه الصح اللي تعمل بيها قهوه بالفرنش بريس هي من 1 ل 15، يعني معيار من القهوه قصاد 15 معيار من الميه، يعني تقريبا من 14 ل 16 جرام من القهوه وعلى 12 اونس من الميه. يعني لو عندي مكيال زي ده هيبقى هنا اهو لحد هنا كل دي ميه، اللي هو تقريبا هيبقى فنجان ونص. في شركات قهوه تانية قالت لك لا، هو احنا نعمل من 1 ل 12. جرب اللي هي من 3 ل 4 معالق من القهوه. 3، انا بحب القهوه تقيله شويه فهخليهم 4. طبعا انا حطيت القهوه تغلي، سبتها 30 ثانيه تبرد علشان تبقى درجه حرارتها 96. المفروض ان انا هحط 12 اونس من الميه اهو. حطينا ال 12 اونس من الميه، نغطيها كده يا دوب فوق الميه، بس نسيبها الاول دقيقه. قلبها بمعلقه خشب كويس قوي لحد ما اطمن ان الميه غطت السطح كله بتاع القهوه، وبقلب علشان اسمح لغاز ثاني اكسيد الكربون انه يخرج، لان الغاز ثاني اكسيد الكربون لما بيبقى موجود بيمنع استخلاص القهوه بالشكل المظبوط. وبعد كده نسيبها لمده 4 دقائق في الميه بتاعتها. يبقى احنا عدى كده دقيقه، نقلبها تاني، هنسيبها كده لمده 4 دقائق. طبعا واحنا بننزل المكبس بتاع الفرنش بريس المفروض ان هو يدوب يبقى فوق القهوه. مميزات الفرنش بريس يا جماعه ان هي سهله رخيصه، سهل ان انت تاخدها معاك في اي مكان، والكواليتي بتاعت القهوه او كواليتي الاستخلاص القهوه اللي بيطلع منها بيبقى كويس جدا، لانه اولا زي ما احنا قلنا الميه بتبقى دايركت ملامسه للقهوه. الحاجه الثانيه ان هي بتقعد 4 دقائق، فده وقت كويس جدا ان البرو اللي طالع او القهوه اللي طلعت بعد التخمير تكون قعدت وقت كويس قوي. يعني انت ممكن ايه لما تكون عندك اطفال
الاربع دقايق دول بيقعدوا يتفرجوا ويلعبوا بيه شويه لحد اما ايه، اما تخلص الاربع دقايق بتوعها يعني. كده الاربع دقايق عدوا. المفروض بقى اللحظه اللي انت بتكبس فيها القهوه، اول حاجه لما تيجي تكبسها ببطء وبالراحه، ما تكبسهاش بسرعه ما تكبسهاش جامد، فاحنا هننزلها ببطء وبالراحه. كده البرو جاهز للشرب. ندوق. ريحتها جميله جدا. النكهه بتاعتها حلوه قوي. دي كانت تجربتي، هي تجربه مش سيئه، هي بس شكلها بالنسبه لي بصراحه كان مغري وشكلها مش عملي قوي يعني. بس anyway بالنسبه للقهوه لطيفه، خلينا نجربها كفوامه، يعني بيقولوا عليها فوامه بيحط عليها حليب وتعمل فوم، خلينا نجربها بالحليب. هنشوف لو حطينا عليها حليب. هي مش عمليه قوي على فكره، يعني انا ما انصحش حد انه يشتريها. لا هي ملهاش ملك قوي، لازم يبقى كميه الحليب كتيره قوي علشان تقدر تسحب دي بالشكل ده، لكن هي بتغوص جوه، مش مساعده قوي بصراحه. هي مش عمليه خالص. هي دي بتبقى اكنز، فبتبقى سهل الحليب ان انت تعمله فيها. طبعا شايفين الفرق ما بين دي وما بين دي يعني ما حطيتش، هي عشان اكنز فممكن تاخد اي كميه حليب وهيبقى سهل ان انا اعملها بالشكل ده، هتديني الفوم اللي انا عايزاه. طعمها جميل قوي بالحليب برضو، لاني الروست اللي انا استخدمته ميديوم، بس ميديوم دارك، فالنكهه فيه حلوه قوي. انا خلصت، يا رب يكون الفيديو عجبكم وفاتكم، وما تشتروش البتاعه دي خالص، وحشه جدا. مش اي حاجه تشوفوها اونلاين تشتروها. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.